تعالي بقى نشوف وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة واقتصادية كالعادة. هنعمل أحلى ممبار ممكن تدوقيه في حياتك بطريقة مختلفة جدا، والاختلاف اللي هنا في الحشوة الجهنمية اللي هنعملها للممبار اللي هتودي الممبار في حتة تانية خالص. هنبعد عن حشوة المحشي اللي كل الناس بتحشي بيها الممبار، ونعمل حشوة هتخليلك الممبار كله ياكله، اللي ما بيحبوش هياكله وهيدمنه من طعمه التحفة. كملي معايا الفيديو للآخر أكيد مش هتندمي. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 3 بصلات وسط غسلناهم وبشرناهم، نزلنا عليهم ب3 معالق كبار من السمنة. هنبدأ نرفع البصل والسمنة على النار، وهنبدأ نشوح البصلاية لحد كده ما ريحتها تطلع وتدبل، بس مش محتاجينها تتحمر. هننزل عليها ب400 جرام من اللحمة المفرومة. تقدري تزودي كمية اللحمة وتقدري تقلليها على حسب إمكانياتك. شوحنا اللحمة لما استوت تماما، وحطينا معلقتين صغيرين من الفلفل الأسمر ومعلقة من الملح، وشوحنا اللحمة. وهنحضر بقى كيلو من الرز المصري المغسول. تمام. غسلناه نزلنا بيه على اللحمة، والكمية الممبار اللي عندي بالظبط هي كيلو إلا ربع من الممبار ناشف. قبل ما نغسله بالمية تكوني وزناه، يبقى الكيلو إلا ربع هياخد منك كيلو رز. غسلناه ونزلنا بيه على اللحمة. هنبدأ نشوح الرز كويس جدا، وننزل على الرز بمعلقة تانية صغيرة هرمية من الفلفل الأسمر، ونظبط بقى الملح بتاعنا. محتاج ملح؟ لا مش محتاج، على حسب حضرتك تدوقي كده وتشوفي هو محتاج ولا لا. شوحنا الرز كويس جدا لما تشرب السمنة بتاعته، دي نقطة مهمة جدا. نزلنا عليه بكوباية كبيرة من المية. في الحالة دي أنا مش هغطي الرز، أنا هبدأ أقلب الرز في كوباية المية اللي أنا حطيتها على الرز لحد ما الرز يتشرب المية تماما، علشان ياخد معايا في حدود نص سوا أو أقل من نص السوا بشوية، وهو ده السوا اللي أنا عايزاه. بعد ما تشرب المية تماما، ودايما يبقى ايدك فيه علشان ما يلزقش من تحت، تفضلي تقلبي فيه لحد ما يتشرب المية تماما. في الحالة دي هنرفعه من على النار، ونبدأ نحطه كده في طبق تاني علشان يبرد، ونبدأ نحشي الممبار بتاعنا. في الوقت ده نكون غاسلين الممبار كويس جدا، نقعينه في خل وملح، وبعد كده بتدعكيه بالخل والملح كويس جدا. وتبدأي بقى تجيبي كل قطعة تقطعيها زي ما تحبي. انا بقطع المقاس اللي هو وسط كده، زي ما انتم شايفين، وهقطع الكمية كلها، وبعد كده نبدأ نحشي. هبدأ أجيب طبق بقى أحط فيه معلقتين من الحشوة بتاعتي، وأجيب الممبراية، وبوريكم هنا الدهن اللي جوه الممبار. اوعي وانتي بتغسليه تشيلي الدهن ده، لأن ده اللي هيدي طعم تحفة للممبار بتاعك. هتبدأي كده تفتحي الممبراية، بصابع بتفتحي، والصابع التاني بيدخل الرز زي ما انت شايفة التكنيك كده بالظبط، وتبدأي تنزلي الممبار. وزي ما انت شايفاه احنا عايزين يبقى مبطط كده، لانه لما هيستوي هينفخ والرزايه هتاخد حجمها، فمش عايزينه يبقى مليان. زي ما بتحشي صابع محشي البتنجان كده بنسيبه مفرغ علشان الرزايه تاخد حجمها وتاخد سوا مظبوط. زي ما انتم شايفينه كده مبطط. حشينا الممبار كله، جبنا حله فيها الميه، ملح وفلفل، حبهان، ورق لوري، ونزلنا بكميه الممبار بتاعتنا وهنغطي عليه. وهتعدي بالظبط من بعد ما الممبار يغلي وتوطي عليه، هتعدي ساعة بالظبط. يعني أنا أول ما بيغلي بوطي، ببدأ أعد الساعة بتاعتي، وبعد ساعة بطفي على الممبار وبرفع وبشيل الممبار من المية بتاعتي وبسيبه يهدى شوية، وببدأ أجيب طاسة فيها شوية من الزيت أو السمنة براحتك، وتبدأي تحمري الممبار بتاعك، وكلي أحلى ممبار ممكن تدوقيه. وادعيلي بقى على جمال الوصفة وطعمتها، كأنك بتاكلي حمام بالظبط. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، جربوها مش هتندموا. اتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. لايك وكومنتات بقى لو استفدتي باي معلومه حتى ولو كانت بسيطه. اشوفكم في وصفه جديده. باي باي.